قصة طفلة زيباء. جاني مش يحب غريب، بل كان من العائلة. في دوار هادئ سنيت يوسف طيبي ضواحي يكون أبا. كانت طفلة زيباء بنية صغيرة يما نديرش حتى 7 سنين، كتعيش حياتها البسيطة وسط العائلة. لكن في نهار من مارس 2025 بوشي تبدل. زيداء اختفت، ومن بين الناس اللي كانوا كيقربوا عليها الشخص اللي قتلها ودفنها بيديه كان معاهم. نعرف مين؟ زيداء خرجت لهاد الداون بارك ما رجعتش. يوم بدات كتقلب العائلة كلها خرجت، الجيران، الأطفال، كلشي كيسول فين مشات زيداء. تم استدعاء باراك الملكي اللي بدا عملية تمشيط كبيرة. وصف حالة مليالتي ذاك كان حتى العين ديالها كيقلب وكيساعدهم باش يبقاو، كيبان عادل، كيمشي مع الناس، كيسول، كيبقى قدام العائلة، ولكن تصرفاته كانت متبادة بزاف وماشي طبيعية. ذا بيتيان نجو تقف طفلك تاشت في المطمورة تحت الأرض، سلاكيم قريب من بيت العائلة. نجو تشكات ملفوفة في واحد المامب ومهبط بالحجارة، يعني كانت محطوط فوق من الحجر. باش يوصلوا ليها اعتمدوا محققين على آثار العرب اللي تحفرت مؤخرا، وكان الكاركتر في روبرت لام ديالها. باراك الملكي دار مواجهة مباشرة مع العين تحت الضغط، بدا كيتناقض مع راسه، وفي النهاية اعترف بالجريمة ديالو. كشف أنه استدرج الطفلة، تم محمقها وهبى الجثة ديالها باش ما تفضحش. العام تم تقديم النيابة العامة بتهمة قتل عمد مع سوء الإسراف والترصد وإخفاء جثة قاتل، وكذا استغلال رابطة قرابة في الجريمة. القضية ما زالت متداولة، ولكن الشعب المغربي كامل كيطالب بأقصى العقوبات. وفي النهاية قصة زيداء كتفكر بأن الخطر ماشي ديما جاي من الشارع، بل ممكن يكون ساكن في وسط الدار. ما تنساوش تحنيو وليداتكم وتسولوا وتراقبوا ولو حتى من أقرب الناس إليهم. إذا عجبتكم القصة شاركوها مع أصدقائكم وخلوا لي تعليق وبارطاجيوها مع الناس ما شافوا الحقيقة الكبيرة. شكرا على المشاهدة، ما تنساوش ديروا سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.